كلنا لسه شايفين القرار الغريب اللي لسه طالع من الكاف باحتساب المغرب بطل أفريقيا على حساب السنغال بعد اعتراضها على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء وخروجهم من الملعب لمدة تقريبا ربع ساعة 15 دقيقة. وبعد كده رجعوا والحكم ما صفرش باحتساب بنهاية الماتش واعتبارهم ان هم منسحبين، ما عملش ده وكملوا الماتش عادي. طيب هل حاجة زي كده حصلت؟ هل حالة زي كده حصلت قبل كده؟ هنلاقي ان في غانا ضد اوغندا في تصفيات كاس العالم 2018 حصل اعتراض على هدف. لعيبه غانا اعترضت، وقف الماتش ورجعوا كملوا، وادى الحكم انذارات للعيبه وكمل الماتش. 2011 ماليزيا وكوريا الشماليه، لعيبه ماليزيا اعترضت، رجعت وقفت اللعب، رجعت لعبت واخدوا انذارات. بكل بساطة القرار ده ناتج عن إن في عناصر مغربية داخل الكاف بتأثر على اتخاذ القرار بشكل أو بآخر. لو انت كمصر ليك عناصر داخل الكاف بتاخد قرار 100%، كان او بنسبة كبيرة، بلاش 100%، كان هيبقى في قرار زي كده بيتاخد او مشابه ليه في النهائي بتاعك انت والسنغال يعني، مع انه قديم خالص، بس بنربط ده وده يعني.